الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من عالم الأغنام مع كريم. معانا دكتور وليد أبو العمايم. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. احنا النهاردة هنتكلم على موضوع مهم، وازاي الناس اللي مش محترفة ازاي تقدر تنقي الأضحية بشكل سليم. ولما تنزل تشتري أضحية أو حد يجيبها، يعني يفضل طبعا إنك تشتري من مكان موثوق فيه. طيب لو أنا مش هقدر أعمل كده، ففي شوية علامات وحاجات دكتور وليد ممكن يوضحها لنا، ازاي الشخص وهو بيشتري الأضحية إن شاء الله تكون سليمة صحيا، تكون حاجة كويسة، عشان إن شاء الله لما يذبحها لله بإذن الله تبقى اللحمة تمام وما فيهاش أي مشاكل. أهلا وسهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشمهندس؟ عودا حميدا إن شاء الله. الله يخليك. دكتور وليد، دلوقتي لو واحد مش متخصص نازل يشتري من مكان، هو المكان ده مش موثوق فيه، او يعني راجل لسه ما يعرفوش كويس قوي، ازاي الراجل البسيط او اللي نازل يشتري اضحيه؟ طبعا انت الاسعار دلوقتي بقت غاليه جدا وكذا، والناس يعني ربنا يكرمها برضه محافظه على السنه النبويه وكذا، فازاي يقدر يطمن ان الاضحيه دي سليمه ما فيهاش اي مشاكل ممكن بعد الذبح يعني تعمل اذى للناس او حاجه؟ اولا انا لما اروح اشتري الاضحيه بتاعتي هتاكد ان الاضحيه دي سليمه ازاي. اولا الحيوان لما بيكون سليم بيبقى الحيوان عافي، قاعد بيتنطط في المزرعه، بيجري في قلب المزرعه، صاحبه لما بيجي عليه بيروح عليه لانه عارفه كويس. الحيوان ده لازم يكون العين بتاعه بتبرق، الشعر بتاعه بيبقى بيلمع، الحيوان زي ما قلنا كده عافي قاعد بيتنطط في المزرعه، ده يبقى كده حيوان سليم. ابدا اروح انا اشتري هذا الحيوان، ما اشتريش اي حيوان، وبعدين اتاكد من سلامه الصحه العامه للحيوان. الحيوان ده ما يكونش مكسور، ما يكونش فيه خراج في وشه مثلا او خراج على جنبه او في اي حاجه غير طبيعيه عن الحيوانات اللي احنا بنشوفها عاده. ما يكونش ارضه مكسور، ما يكونش في اي اصابات موجوده في الجسم عامه، يكون جسمه قوي وعافي. وابدا اشوف وزنه، حتى ان يكون وزنه كويس ومناسب ان انا اخده للذبيح. ما اروحش اجيب حيوان ضعيف او سن او هو نحيف. ازاي هذبح حيوان نحيف للاضحيه؟ بعد كده اخد الحيوان ده بعد ما اشتريه واروح اذبحه في المجزر. طبعا المجازر مفتوحه طول الاسبوع فتره العيد ان احنا نذبح فيها وبالمجان، زي ما هي التعليمات بتاعت وزاره الزراعه للمجازر. وبالتالي برضه لما هروح المجزر هيتكشف عليه تاني قبل ما يتذبح، وهنتاكد ان الحيوان بتاعنا ده سليم وينفع ان هو يبقى اضحيه، علشان ما نخسرش الثواب بتاع الاضحيه او نذبح اضحيه وما ناخدش ليها ثواب اصلا. رد الفعل بتاع الحيوان وسلوكه طبعا زي ما حضرتك وضحت بيخلي الواحد، يعني دي نقطة كشافة جدا للواحد انه يشوف هل الحيوان كسول، ما بيتحركش، بياخدش ردة فعل، واقف ساكت كده. دي طبعا كلها حاجات بتخلي ان انا اشك ان الحيوان ده اصلا مريض او تعبان او كذا. لكن الحيوان طبعا من رد فعله وحركته الجامدة والكلام ده، ان هو ده اللي بيخلي ان الحيوان ده صحي 100%، وان شاء الله ما يبقاش فيه اي مشاكل. تمام. تمام. طيب نقطة صح، طبعا مش كل الناس تقدر تذبح في المجازر زي ما حضرتك قلت. طيب احنا هنخلينا دلوقتي اللي حد هيذبح بنفسه او هيجيب حد جزار يذبح له او كذا، ايه الحاجات اللي احنا بنقدر نعملها قبل الذبح في الأضحية إن شاء الله؟ يعني مثلا هل نقطع الأكل قبل الأضحية بقد إيه؟ نقطع المية بقد إيه؟ الشروط اللي إحنا وإحنا بنذبح عشان الذبح يبقى سليم إيه هي؟ إن أنا أطمن على الجزار اللي عندي، أو أنا نفسي وأنا بذبح أذبح بطريقة سليمة تخلي إن شاء الله الأضحية دي مذبوحة بطريقة سليمة بإذن الله. اولا لازما لما اشتري الحيوان واروح اذبحه، الافضل ان حضرتك تذبحه في المجزر، لان في امراض ما بتبانش في الذبح العادي، لا عندي في البيت مثلا او في محل جزاره. لكن وبعدين المجازر قلنا مفتوحه ببلاش، يعني حضرتك مش هتخسر حاجه لانك هتنقل الحيوان من الزريبه او المزرعه اللي هو فيها للمجزر على طول الذبح. لكن اضطررت ان انت تذبح في البيت علشان العادات الشعبيه بتاعتنا ان الناس لازم تشوف الذبيحه وهي بتتذبح، والموروثات التقليديه بتاعتنا، فعادي ما فيش مشكله حضرتك اذبح. وبعد كده اتاكد حضرتك من سلامه الحيوان بتاعك ده. لو تجيب حتى اقرب دكتور بيطري ليك يبص على الذبيحه بعد الذبح، مش هيحصل حاجه خالص، ويشوف الذبيحه كامله ويشوف لو فيها اي مشكله او ما فيش فيها مشكله، عشان تضمن ان اللحمه بتاعت حضرتك ديت سليمه وما فيش فيها اي مشكله. الحاجه التانيه ان انا بعد كده بفضي بعد ما اذبح الحيوان وافضيه خالص من الاحشاء بتاعته، ببدا اقطعه زي ما قلنا، ونتاكد برضه ان لون اللحمه بتاعنا لونها وردي،
يعني الحيوان ده ما كانش محموم او سخن في اثناء الذبح. الحيوان بكون مصومه قبل عمليه الذبح ده على الاقل، الافضل يعني ان هو يتصوم 12 ساعه، علشان ساعه الذبح ما يكونش الكرش مليان قوي، فتقوم الاخراجات اللي موجوده في قلب الكرش دي تخرج، تقوم تلوث لي اللحمه وتغير ريحه وطعم اللحمه بتاعتي. يعني لا، ابدا من قبل ما انا اذبح بحوالي 12، وكمان في 12 ساعه ممكن اصومه، 18 ممكن اكتر ساعه من كده. امنع الاكل خالص عنه. امنع الاكل لكن عنه تماما، الميه لكن الميه مستحبه فري طبعا. اكسس، يعني انا اه ممكن اديله ميه لحد وقت ما اكون هذبحه، لان لان حرام ان انا اقطع عنه الميه قبل ما يتذبح. مم. لا، بعد هو كده مستحب كمان عشان ومستحب الدوره ان تسقيه. الدمويه والنشاط. الحاجه التانيه، لما الحيوان بتاعي هيكون عافي هينزف لي 2% من الدم بتاعه، ودي اهم حاجه في عمليه الذبح. وهتاكد ازاي ان هو نزف؟ هاجي على الاورده بعد ما اسلخ الحيوان، ابص على الاورده اللي تحت الجلد دي، هلاقيها ماهيش مكتظه بالدم، معنى كده ان الحيوان ده تم ذبحه بطريقه كويسه. الحاجه اللي بعد كده، ان كان في ناس يعني بتستخدم في بعض الحيوانات الشرسه ان هو بيخدروا قبل الذبح، وده شيء مش مستحب، او يخبطوا على دماغه. كل دي حاجات مش مستحبه. ليه؟ لان ده بيعطل نزف الدم الكامل بتاع الحيوان. الحيوان المفروض يطلع 2% من دمه. ان حضرتك لما تعمل كده هتعطل الاعصاب بتاعه المخ والجهاز الباراسمبثاوي، ان هو يعمل انقباضات للعضلات وانقباض للاورده الفرعيه او الطرفيه، ان هي تدفع الدم ناحيه مكان الذبح. لما باجي اذبح طبعا اول حاجه بعملها خالص بسمي او بنعلن اسم الله على الذبيحه بتاعتنا، بنقول بسم الله والله اكبر، وبعد كده بوجهها ناحيه القبله بتاعتي، وبعد كده بذبح الحيوان. لازم يتقطع في الحيوان الجلد والقصبه الهوائيه والوردين والشريانين بتوع الرقبه. لو حضرتك ما عملتش كده وبنذبح من تحت القصبه الهوائيه من تحت الحنجره مباشره بفلكه او باتنين. طبعا اي جزار محترف عارف طبعا الموضوع ده، برضه حضرتك تبقى واقف معاه، ممكن يكون ما عندوش خبره كويسه قوي ويكون لسه يعني داخل المهنه جديد، فلازم حضرتك تتاكد ان الستة ستراكشر دول لازم يكونوا اتقطعوا، ومعاهم كمان المريء، لان كل الدول بيعدوا في المنطقه دي. يبقى 7 حاجات لازم اتاكد انهم اتقطعوا: الجلد في الاول، وبعد كده القصبه الهوائيه، الوردين، الشريانين، ومعاهم المريء، واتفصلوا تماما. ويفضل ان انا ما افصلش الراس عن جسم الذبيحه لحد ما تنزف كل الدم اللي يا ريت فيها. بقى، دي نقطه بقى كنت بشوفها ناس بقى تعمل حركة مش كويسة في الموضوع ده، ان هو بعد ما يذبح يقوم كمان كاسر الرقبة لورا، ودي حاجة بتخلي ان الجهاز العصبي او المخ ما يتحكمش ويطلع كل الادماء، ودي حاجة غلط جدا. احنا بنتأكد ان الذبح السليم زي ما حضرتك قلت هو ذبح الأوردة والقصبة الهوائية فقط، دون كسر الرقبة لحد نهاية يعني بنقول حتى في الحيوان خروج المجازر الروح. بنسيب الرقبه لحد نهايه السلخ تماما، والتقطيع كمان بتاع الرقبه. ليه؟ علشان طول ما هو اتصاله بالمخ الاعصاب دي لسه صاحيه، أيوة. لسه ما لحقتش تموت، هتبدا هي تضخ معايا الدم. الضخ ده هيخلي لي تلتين الدم اللي في الذبيحه يطلع كلها. تخيل حضرتك ان لو اكتر من التلتين موجود، او اكتر من التلت موجود في الذبيحه، ممكن نعدم الذبيحه بحالها، أيوة. وتبقى حضرتك ما ضحيتش. ليه؟ ما حصلش ادماء كامل. ودي بتبقى عرضه للاصابه للامراض بعد الذبح. اللحمه تتعفن بسرعه، ما تقعدش عندي في ثلاجه كتير. الحيوان لو انا علقته شويه بلاقيه بيبدا يزرق، وده كله طبعا هيخالف الشريعه. طيب، لحد كده احنا ذبحنا والحمد لله وتمام. بعد الذبح اقدر اقطع اللحمه بعد قد ايه وقت من الذبح؟ احفظها في ايه؟ هل ادخلها الفريزر على طول ولا ادخلها التلاجة فتره؟ كل دي حاجات للاسف بتخلي ان الناس ما تاخدش اجراءات مظبوطه بعد الذبح بطريقه سليمه، تخلي حتى لو اللحمه تفقد كتير جدا من البروتينات، زي مثلا الناس اللي بتغسل اللحمه او الكلام ده، تفقد كتير جدا من الفايده بتاعتها في الموضوع ده، وما بتحفظهاش بطريقه سليمه، تخلي الميكروب او حاجه تقف بسرعه وما يحصلش ليها فساد. انا بعد ما بذبح الذبيحه لازم اسيبها تنشف، يعني لازم اعلقها بحيث ان هي تنشف، تنزل كل الدم بتاعها، تبدا اللحمه دي تنشف علشان ما يبداش يحصل معاها تحلل ميكروبي، ولازم تحصل لها ريجور مورتس، يعني اللي هي التيبس الرمي. التيبس الرمي ده بتشتغل عليه بعض انواع البكتيريا. البكتيريا دي بتطلع الاحماض دي كافيه انها تقتل كل الميكروبات، وبتدي لذه للفايبرز بتاعت اللحم، لطعم اللحم. وهو ده اللي احنا بنلاقيه، يقول لك اللحمه دي كويسه واللحمه ديت مش كويسه. اللحمه دي لما جيت اكلها لقيتها مايعه وطعمها مش حلو، واللحمه ديت ده لحمه طعمها حلو وجميله ولذيذه. ايه اللي بيخلي الحاجات ديت نتكلم فيها؟ ان احنا ما بنسيبش اللحمه تعمل ست اللي هي تستقر ازاي؟ ان الحمض اللاكتيك يطلع، ترتاح. بعد ما اللحمه والمثل ترتاح ساعتين مثلا والمقولة العادية بتقول تتشمع. تتشمع.
بعد كده بسيب اللحمه مثلا ساعه ولا 2 لحد ما تنشف خالص وتبقى تعمل عمليه الادماء كامله وتتيبس شويه، وبعد كده اخدها بقى، عايز احطها في الفريزر احطها، عايز اقطع منها وابدا اديها للناس اسيبها اديها. لكن ما ينفعش ان انا اخدها وهي سخنه اقوم حاططها مباشره في قلب الفريزرات بتاعتي. الحاجه التانيه ان انا لما اجي اقطع اللحمه اقطعها وما اغسلهاش واكيسها مباشره، ده صح. ولما اجي اطبخها اخدها من الكيس على الحله مباشره، صح. لان هي كده كده هتستوي في الحل، واي ميكروب موجود مع الغليان بتاع الشوربه هيسوي لي اللحمه دي والميكروبات دي هتموت. وبالتالي انا اخدها مباشره اقطع وبعد كده احطها في الاكياس وتحط جوه كيسين مش كيس واحد. ويفضل ان اللحوم لما تحفظ في الفريزر احطها جوه كيسين وتتحط في نص الفريزر. ليه في نص الفريزر؟ عشان ما عشان يحصلش حاجه التبريد شهيره، لا عشان ما يحصلش حاجه شهيره في اللحوم اسمها الفريزر بيرن، حرق الفريزر. حرق الفريزر بيجي منين؟ بيجي من ان انا بحط اللحمه وهي سخنه او هي بعد ما قطعتها جنب جدار الفريزر، فيجي التلج اللي هيتكون على جدار الفريزر ده يلامس اللحم، اجي اطلع اللحمه من التلاجه الاقي فيها حتت سودا. حتت السودا دي ما هوش مرض، لا الحتت السودا دي ده من الحرق اللي حصل من وجود التلج ملاصق لجدار اللحمه اللي انا حاططها مباشره. فانا احطها جوه كيسين، وبعدين لما احط اللحمه في التلاجه او في الفريزر ما احطهاش جنب حاجه ليها ريحه. يعني اللي احطها جنب لبن يكون له ريحه، فراوله انا مخزنها لها ريحه، تفاح، لان اللحمه واللبن من الحاجات اللي بتكتسب الروائح بسهوله، وبالتالي أنا لو حطيتها جنب حاجه ليها ريحه هتاخد ريحه الحاجه اللي انا حطيتها جنبها. وانا بغسل اللحمه أو في اثناء عمليه الذبح والسلخ اتاكد ان اللحمه كلها بقت نظيفه، يعني ما فيش جزء من الروث موجود على اللحمه. ايدين العمال دولت اللي انا شغالين معايا في عمليه الذبح دي لازم تكون نظيفه. ممكن يكون لابسين جوانتيات وده يكون الأحسن افضل. طبعا يكون يعني حاجة حاطط برخيصة جدا رخيصه جدا، وتمنع أي حاجات. يكون حاطط الماسك على وشه علشان برضه لو هو عنده اي اصابه ما تنقلش للحوم. اللحوم من الحاجات اللي بتنقل العدوى بسرعه تمام. وبتكتسب ليه؟ لان نسبه البروتين فيها عاليه جدا، الميكروبات بتحبها، بتلاقي مصدر ثري للميكروبات للتغذيه، فبالتالي الميكروبات بتدخل على اللحوم وهي من اشهر الحاجات في التعفن بسرعه. بعد كده بقى لما اجي اطلع اللحمه زي ما قلنا من الفريزر على طول على الحله مباشره. في بعض الناس بتعمل ايه؟ بتاخد اللحمه وتغسلها تاني. لا حضرتك، الميه اللي نزلت دي كلها خارج كل البروتين اللي موجود في اللحمه ونزل، اللي فاضل لك دول هم شويه الالياف فقط، أيوه. مفيش فيها اي نوع من التغذيه. ممنوع غسيل اللحمة يا فممنوع جماعة، غسيل اللحمه ممنوع مباشره، غسيل خدها اللحمة يعني. مباشره على الحله. عايز بقى تسيبها شويه ممكن، يعني تسيبها شويه على ما تحل من الفريزر، حطها تحت الرف الاولاني بتاع بالظبط. الثلاجه. بالظبط. عايز تطول مده شويه او تخليها تفك اكتر نزلها تحت على الثلاجه بس وهي جوه الثلاجه ما تطلعش. برضو يعني في ملحوظة أمهاتنا وكذا بيعملوها، إن هو يطلع اللحمة من الفريزر يحطها على في المطبخ في في درجة الحرارة العادية تفك، وده غلط يعني شائع. المفروض إن أنا أطلع اللحمة من الفريزر تفك في التلاجة، تقعد يوم تفك أو في حاجة الثلاجه تفك وبعد في كده التلاجة، انقلها على طول وبعد للحل كده دايركت. أروح أطبخها أو حاجة. دي الطريقة السليمة جدا لفك اللحوم احنا عايزين من نتكلم برضو عن الفريزر. الناس اللي بتفرم اللحم. اه. حضرتك ما تفرمش لحمه وتحطها في الثلاجه، لا يجوز، ما ينفعش. ليه؟ لان كل ما قلت قطعه اللحمه في الحجم الميكروبات بتشتغل عليها اسرع، وبالتالي انا لما اروح حتى اشتري من اي محل والاقيه عارض اللحمه المفرومه في قلب الثلاجات بتاعته او على الوش كده او بيحطها في صواني كبيره كده، لا دي لحمه كلها بايظه، ما ينفعش ان انا اشتريها. انا باخد اللحمه افرمها استخدمها. ده احنا كده مش هنشتري لحمة مفرومة خالص بقى. ما هو ده الصح كده ان انا اخدها افرم اللحمه مباشره، اه. واخد المفروم ده استخدمه للاكل اللي انا هعمله مباشره. لكن ما ينفعش ان انا اخده او اسيبه عند الراجل طبعا ببقى فارم له مثلا 20 كيلو حاططهم جبل كده قدامه على اساس ان هو ياخد اللحمه دي بعد كده يقعد بقى يوزع منها طول النهار. لا طبعا اللحمه دي فسدت، لان كل ما اللحمه حجمها اقل زي ما قلنا الميكروبات بتشتغل عليها اسرع. حتى لو في التبريد. هو حتى لو في التبريد بنشوفها في المولات الكبيره انها بتبقى موجوده في التبريد، اه. لكن يفضل اصلا في كل انواع اللحوم انك تفرم وتاكل مباشره اه. او تدخلها في الطبيخ دي مباشره. يعني الحاجة اصل انا ما المثالية اضمنش يعني. ان التبريد ده مش هيفصل، اه. ودي احد المساوئ اللي بتحصل، ان التبريد ممكن الكهرباء تقطع فجاه. ممكن انا افصل الثلاجات شويه عشان تريح، على حسب المكان طبعا، في اماكن على حسب مستحيل يحصل فيها كده يعني. طبعا. وفي بعض الناس عندهاش ضمير بتفصل الثلاجات بالليل او الفريزرات بالليل، فطبعا ما ينفعش. فلازم انا احفظها عندي سالب 18، او الافضل ان انا اخدها مباشره اطبخها دايركت. تمام. نصايح مهمة جدا. ربنا يا رب يعود الأيام بالخير للناس كلها يا رب، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى العظيم. وإن شاء الله الناس بإذن الله تتوفق في شراء أضحية سليمة وذبحها، وإن شاء الله يعم الخير على الجميع. متشكرين جدا يا دكتور، ونصائح مهمة جدا. كل عام وانتم بخير.
شكرا. الله أكبر كبيرا